هلو، اتمنى لكم يوم جميل. ابره وصلت الحمد لله. ده شكلها يا جماعه. اللي حابب ان انا اوفرها له يا ريت يكلمني، يبعت لي رساله على رسائل الانستجرام. تعالوا نفتحها مع بعض. بصوا بس قبل ما ارمي الورقه، بيبقى مشروح عليها الاسلوب شغل بالابره، ولكن كل ده ان شاء الله هنعمله مع بعض وهنطلع بيها شغل تحفه باذن الله. هي لو حبيتوا تسالوا عليها في المحلات زي ما انتم شايفين بيبقى مكتوب عليها، ليها مسمى ابره الخرز. اوكي، مقاسات الابر دي 7 و1 و1.2. اوكي، طبعا كل ابره جايه في الغلاف بتاعها زي ما انتم شايفين، وده بس عشان يحفظها. ومش عارفه بصراحه ممكن تحفظوها ازاي في البيت. يعني انا احتمال كبير يكون اغلب الابر دي ضايع مع الوقت، ولكن هحاول على قد ما اقدر احافظ عليها. بتطلع طبعا بصعوبه شويه. تمام، الابره زي ما انتم شايفين اهي، وبيكون ليها سن كده. بفك طبعا الترس ده شويه وبحطها. تمام اهو، وبرجع اربط الترس ده كويس قوي على اساس ان الابره ما تتزحزحش ولا تروح في ناحيه زي ما انتم شايفين. ومش عارفه ليه هي الجزء ده يعني عامل كرش شويه، ولكن هبحث اكتر واعرف اذا كان الكرش ده اساسا ما بيبقى موجود ولا لا. وزي ما انتم شايفين الابره اخيرا وصلت. وعلى فكره شكلها شويه ميني، اقل من الصور في بالنسبه للمنظر، وحبه مخربشه، ولكن مش مشكله. زي ما انتم شايفين ده شكل الابره. كمان جبت الابر دي احنا بنستخدمها في الكروشيه التونسي الدائري. بنفك قطعه السيليكون دي وبنبتدي ان احنا نشتغل بيها. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، وهي فعليا تصلح للشغل كده. ولكن حاسه ان ماتيريال الابره بقى اخف عن زمان. يعني انا عندي ابر اتقل من كده شويه في الماتيريال، ولكن تظل متينه. وبس، اشوفكم ان شاء الله فيديوهات توتوريال للابره دي، وان شاء الله نعمل بيها احلى شغل. مع السلامه، باي.